اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل، يا مساء الخيرات على عيونكم. معاكم آية من يومية آية، ودي قناتي. واحنا زي ما متعودين كده، النهاردة انا عملت لكم الفايش الصعيدي بصراحة بطريقة وريحة وطعم مش قادرة اوصف لكم. وزي ما انتوا شايفين كده قدامكم، هو بيتكلم عن نفسه ولا اللون بصراحة. وهقول لكم على حركات وتكات كده، ومن اول الخميرة بتاعته لحد اخر مرحلة فيه هتشوفوا معايا في الفيديو ده. بصراحة زي ما انتوا شايفين كده، هو بيتكلم عن نفسه قدامكم. تعالوا كده، انا معايا هنا فول من اللي هو الفول الطعمية، اللي هو ده الابيض اللي احنا بنجيبه نستعمله في الطعمية وكده. وجبت حبة، خدت حبة في ايدي كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده انا غالية لبن مغلي لسه منزلاه من على النار حالا. جبت برطمان كده مغلق، اي حاجة عندكم تكون مغلقة ما بتدخلش اي هوا. وبعد كده هنزل بكمية اللبن فايرة على الفول كده زي ما انتوا شايفين، وهقفله كده قفلة كويسة، وهسيبه 12 ساعة في فرن او اي حاجة دافية، او المهم المكان يكون دافي جدا. اغطيه كويس واسيبه في الفرن 12 ساعة. انا كنت هنا عاملاها يجي حوالي 9 بالليل. وبعد كده رجعت لها، وبعد كده حسيتها ربت قشرة فوق كده وانتفخت. زي ما انتوا شايفين حطيت لها معلقة دقيق، وعملتها بظهر المعلقة كده، حركتها تحريك بسيط كده، وسبتها نص ساعة. وزي ما انتوا شايفين شكلها بيبقى بالشكل ده. بتبقى ريحتها بصراحة انت هتعرفيها من ريحتها، بصراحة ريحتها كانت قلب الدنيا. وبجيب مية سخنة وبشيل كمية الفول دي اللي معانا، وبستخدم بس السوائل اللي هي في الخميرة. وبعد كده هنزل بكيلو دقيق او كيلو ونص دقيق على حسب الكمية اللي انت عاملها. دقيق متعدد الاستخدامات زي ما انتوا شايفين. وهفضل اعجن العجينة دي لحد ما تبقى معايا عجينة سايلة كده زي عجينة البيتزا، عشان ما تاخدش وقت معايا في الخمر كده. انا ما بخليهاش تخينة خالص. وهفضل اعملها كده، وابقى افضل اعجن فيها كده لحد ما اوصل القوام اللي انا عايزاه ده، عجينة سايلة خالص. وبعد كده بغطيها برضو في مكان دافي يعني جدا، نفس الخميرة الاولانية. بسخن الفرن وبطفيها، وبعد كده بحط فيها الخميرة دي وبسيبها وبغطيها لحد ما تخمر معايا. هتشوفوها معايا دلوقتي. وبعد كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، هي الخميرة اختمرت معانا. اوريها لكم. معايا هنا 3 كيلو من اللبن، ومعايا كيلو ونص سمنة. وهتشوفوا المقادير معايا دلوقتي. ممكن تضيفوا لبن على مية، بس انا بفضل اعمله بلبن. بصراحة بيبقى طعمه غني جدا جدا بصراحة، وطعمه خرافة. وبعد كده معايا كيلو ونص من السمنة زي ما انتوا شايفين. انا مسيحاها دافية دفيان يعني. اهم حاجة انا عايزة كل حاجة تبقى دافية، اللبن دافي وكل حاجة دافية. معايا هنا بصراحة كوب المعياري ده سمسم، وانا محمصاه وبفضيه عليهم. وبعد كده حطيت اللبن وحطيت السمسم وحطيت السمنة، وبنزل عليهم بنص كيلو من السكر. بصراحة السكر بيساعد معايا في الخمران، وبيخلي طعمها مسكر كده زي اللي احنا بنجيبه من بره. بيبقى سكر خفيف كده حلو قوي بصراحة. وبعد كده هفضل اقلب الخليط ده. الفيديو ده بصراحة يستاهل يطلع يبقى ترند بصراحة. وبعد كده معايا معلقتين من معالق العادية الكبيرة دي من الكركم، زي ما كلنا طبعا عارفين الكركم. بعد كده بفضل اقلب في الخليط ده لحد السكر ما يدوب معايا. وبعد كده هنزل بالخميرة. شايفين الخميرة انا عايزاها توصل للشكل ده؟ شايفين الاختمار؟ شايفينها هي كانت قد ايه وبقيت قد ايه؟ ما شاء الله هي اختمرت معايا وبقيت زي الفل. بصراحة بتبقى ريحة الخميرة دي ريحة جميلة جدا. وبعد كده هنزل ب5 كيلو دقيق. وبعد كده حسيت ان انا عايزة، حطيت كيلو لبن تاني، يعني 3 كيلو لبن، كيلو ونص سمنة، 8 كيلو دقيق مع الخميرة. وهنزل بمعلقتين كبار من الملح، دي متعدد الاستخدامات زي ما انتوا شايفين. دي عادي جدا فاخر، انا جايباه نضيف وحلو. وبعد كده معايا انا بستعمل الكوثر في كل وصفاتي، دي ممتاز جدا. ممكن تستعملوا دهب، ممكن تستعملوا اي دقيق انتوا حابينه. وبعد كده بحط معلقتين ملح كبار، وبفضل اعجن في العجين ده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. فاحنا هنقول تاني، حطيت 3 كيلو لبن، 8 كيلو دقيق،
حطيت كوب سمسم متحمص، حطيت كيلو ونص سمنة، حطيت نص كيلو سكر، ونزلت ب8 كيلو دقيق من الدقيق اللي قدامكم ده، بسم الله ما شاء الله، معلقتين كركم ومعلقتين ملح. خليكم مركزين قوي قوي في الخطوات. وهفضل اعجن العجين ده، انا عايزاها عجينه متماسكه، مش عايزاها سايبه خالص، لحد ما خلاص الدقيق يتشرب من قلب العجين زي ما انتوا شايفين كده. بصراحه قلت فرصه عندي، ربنا يخليها يا رب، اديها الصحه، نعملهم سوا مع بعضنا كده، عشان هو بيبقى صعب شويه. هتشوفوا الصعب فيه دلوقتي. وهفضل اعجن في العجين ده زي ما انتوا شايفين لحد ما يمسك نفسه. شايفين منظر السمسم في العجين تحفة. وبعد كده هجيب كوباية تاني سمنة من هي الكوباية المعيارية دي، وهنزل عليها بقلب العجين كل شايفين. وهفضل يعني اشرب السمنة دي في قلب العجين، بصراحة بيخليها ناعمة وتحفة، ولا ريحتها ولا طعم. والله العظيم الفايش ده انا بصراحة بعشقه، بحب افطر بيه الصبح. ممكن اكون قاعده بالليل زهقانه كده مع كوبايه شاي، اجيب واحده كده قرقشه مع كوبايه شاي، بصراحه زي القراقيش واحلى كمان. بصراحه شايفين دلوقتي العجينه خلاص متماسكه معايا، خلاص بقول لكم خلاص. هقلب العجين بقى في قلب هنا الطبق اللي انتوا شايفينه الالومنيا ده. هقلب العجين وهفضل ايه، ادهن وشه بالسمنه عشان ما ينشفش معايا، وهغطيه وهسيبه ساعتين، ساعتين متكاملين لحد العجين ده ما يبقى في حد العجين ما يعبي الطبق زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، هو خلاص عبى الطبق. شايفين اختمر ازاي؟ انا عايزه اوصل للقوام ده، عايزه اوصل للقوام ده. لازم يختمر ويعبي الطبق اللي انت عجناه فيه، لازم يختمر بصراحه. شايفين؟ وهمسك الحته زي ما انتوا شايفين كده، وهلفها صوابع لور على ايدي، بدهن ايدي سمنه بسيطه كده. شايفين هو بيبقى بالشكل ده منظر السمسم محمص. هعمل واحده تاني قدامكم، اكيد كلنا عارفينه طبعا، الصعايدة اكيد عارفينه وحافظينه. وبعد كده هفضل اقلب. ما ينفعش تحط له خميرة فورية خالص، بتضيع ريحة الخميرة اللي هي بتاعة الفايش الاساسية اللي احنا بنعملها على ايدنا زي ما شفت في اول الفيديو. انا بحبه كده، بحب تظهر فيه الخميرة اللي هي بتاعته الاساسية. وهفضل ابرم كده زي ما انتوا شايفين. شايفين متماسكة العجينة معايا وتحفة ازاي؟ بصراحة تحفة، بصراحة خرافية. وهفضل كده اقطع. شايفين انا وامي بنقطع قصاد بعضنا كده، آه بنقطع العجين صوابع زي ما انتوا شايفين كده. واخويا كان بيصورني. شايفين بصراحة بسم الله ما شاء الله العجينة لونها ومتماسكة ولا ريحتها، والله العظيم بصراحة انا حاساها قلبت العمارة كلها، يعني قلبت الدنيا كلها. وبعد كده خلاص احنا قطعناه. شوف عمل معايا كمية حلوة ازاي، ورصيته على السفرة بقى وسبته يختمر مع نفسه. وعملت كام قرص كده اللي انتوا شفتوهم هتشوفوهم معايا دلوقتي في اخر الفيديو. خليتهم كده، وخليت شوية كده حبة من غير قراقيش وكده، انا ما حمصتهمش في الفرن ولا حاجة، بصراحة بحبه طري كده، بيبقى زي الفينو كده، بس بصراحة احلى واحلى. وخلاص كده هسيبه يختمر مع نفسه ساعة او ساعة ونص على حسب ما تعلى الصوابع دي، طبعا كده هتعرفوها. وبعد كده خلاص شايفين العلو بتاع الصوابع بتاع الفايش وصل لفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا بصور بالليل خلاص والله كده اختمر. وانا ولعت الفرن وحطيت كده، قلت لازم اصوره لكم واوريه لكم. شايفين بعد ما استوى بقى طعم ولا ريحته مش قادره اوصف لكم، ولا لون. شايفين الواحده ناعمه ازاي ومتماسكه، بصراحه حاجه فاخر من الاخر. وبقعد افرط كده بقى هو وسخن كده بعد ما بخرجه من الفرن. بجيب ملايه كده نظيفه او اي مفرش نظيف عندي وبفرشه كده، وبفضل اطلع عليه. شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. ولا اللون ولا الطعم ولا الريحة، مش قادرة اوصف لكم. جربوها انتوا مش هتندموا. بس اهم حاجة تكون في فرن كده من افران البلدي بتاعة العيش بتاعتنا، لازم. ما ينفعش في فرن البوتاجاز، ممكن يعني، بس انا ما عملتوش فرن البوتاجاز بصراحة خالص. انا جربت البسكوت، جربت الكعك، جربت البيتي فور، بس ما جربتش الفايش خالص. ودلوقتي خلاص انا كنت بسوي قدامكم بفرده في الصينيه عشان خاطر هحطه يتحمص في الفرن زي ما انتوا شايفين كده، يبقى زي البقسماط واحلى كمان. بصراحه بيبقى احلى من البقسماط بكتير، اقسم بالله. انا بصراحه بعشقه العيش ده وبعمله دايما. وكده اتحمص معايا، وشايفين اللون بصراحه مش قادره اوصف لكم. والفيديو ده بصراحه يستاهل 1,000,000 لايك.
مليون مشاهدة، وما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. شايفينه بقى اتحمص ازاي، وكل واحدة بقى مفرودة وجميلة وتحفة مع كوباية شاي بلبن او شاي او لبن براحة حسب ذوقك، بصراحة بتبقى خرافية. شايفينها بقول لكم انا ورصتها طري في الصينيه. شايفين المحمص من اللي لسه ما اتحمصش، شايفين في فرق كبير. انا قلت اصوره لكم مع بعض وكده عشان تشوفوا الفرق. شايفين هو انا لسه اصفر وده محمص احمر كده وجميل. وهخلص الكميه كده. شايفين بقول لكم مقرمش وطالع تحفه، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصراحه حاجه خرافيه. هو بيحتاج مجهود بس مش اكتر. احنا بنسيب الخميره 12 ساعه وبعد كده بنسيب الخميرة التاني مرة دي اللي في الحلة بنسيبها يجي 5 6 ساعات كده على حسب حرارة الجو كده، على حسب ما تخمر معايا. وبعد كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. بصراحة مش قادرة اوصف يعني. وكده الكمية اللي انا جبت طبق كده بلاستيك وحطيت فيه الكمية. شايفين مقرمش ولا لونه بصراحة ذهبي كده وجميل. ودي القرص اللي انا قلت لكم عملتها معاكم بصراحة تحفة. بحب افطر بيها بالشاي كده طرية، وخليت حبة طراي كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. لو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهسمعكم صوت القرمشة والله في اخر الفيديو. انا مرضتش امنتجه خالص عشان اسمعكم القرمشة بتاعته. بصراحة حاجة خرافية هسمعه لكم دلوقتي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. كده يا حبايب قلبي يكون وصلنا للشكل النهائي مع كوباية شاي بقى. حاجة هسمعكم صوت القرمشة كمان، وحاجة كده فاخر من الآخر. شايفين هسمعكم اهو صوت القرمشة مع كوباية شاي بقى. والله الطعم ولا الريحة مش قادرة اوصف لكم. بصراحة جربوها وهتبقوا استاذة فيها. ما تقولوش الصعايدة بس اللي هم بيعملوا الفيش الصعيدي كده وبتتصعبي على نفسك. بصراحة حاجة خرافية وأحلى من بتاع الأفران وأحلى من بتاع بره. وحاجة كده ضمناها في بيتك يعني حاجة نظيفة، حاجة عاملاها في بيتك ونظيفة، وحاجة بصراحة خرافية. شايفين طعمها مش قادرة اوصف لكم. بصراحة حاجة فاخر من الآخر يعني زي ما احنا متعودين. اتعمدت ان انا ما منتجش الفيديو واسمعكم صوت القرمشة ولا اللون. بصراحة عملوا لي كمية، بصراحة كمية تحفة. كمية جميلة اوي تقعد معايا فترة وبتحبس في كرتونة او اي علبة مغلقة يعني، وبيفضل حلو كده وما بيطعم ما بيتغيرش ولا شكله ولا اي حاجة. بيقعد بصراحة عندنا في الصعيد من السنة للسنة ما فيش حاجة، مش حاجة بتحصل له. اتمنى انكم تجربوه. بصراحة الفيديو ده يستاهل مليون مشاهدة و1000 مليون لايك. بصراحة يعني مش بصراحة حاجة خرافية وحاجة فاخر من الآخر. شايفين مجرد ما بتحطيه في الشاي بدوب أو كوباية شاي بلبن براحتك، بس أنا بحبه بالشاي كده، شاي سادة أو لبن سادة. فأنا حبيت أعمل لكم الحاجة اللي هي متوفرة عندنا كلنا. صراحة حاجة خرافية. جربيه كده ومش هتندمي. والله صوت القرمشة مش قادرة اوصف لكم. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واشوفكم على فيديو جديد. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم على فيديو جديد يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.